السلام عليكم جمهوري الحبيب. في البدايه سامحوني كده ان الاضاءه مش احسن حاجه، بس ده عشان في سوفت بوكس اللمبات بتاعته اتشالت، فعايزين نركب له لمبات جديده يعني. في البدايه كده بس قبل ما نبدا حل المشاكل، عايز اقول لكم بس ايه، ان انا دايما بقول دايما هننتظم في حل المشاكل وهننتظم في الروايات، بس انتوا اللي بتعطلوني. يعني ايه انتوا اللي بتعطلوني؟ يعني انا دايما ببقى في دماغي اللي هو انا هعمل كذا، المتابعين هيدعموني، ما بلاقيش دعم. فانا لما بلاقيش دعم بنفض، بقول ان الحاجه ما عجبتكوش فنوقف. يعني مثلا لو نزلت الروايه دي ما حطتش مثلا، ما قفلتش ال 10000 مشاهده مثلا في يومين ثلاثه، بقول ايه، لا ده كده الروايه ما عجبتهمش، وقف. بقف بقعد لي شهرين ثلاثه موقف لحد ما تقعدوا تكلموني في لايفات اعمل روايات والجو دوت. بالنسبه برضو لحل المشاكل هي نفس الفكره، ان انا بقعد مبطل فتره، وانتوا اللي تدخلوا تقولوا لي ليه ما بقتش بتنصح زي الاول، ليه ما بتعملش فيديوهات حل مشاكل. فصدقني اللايك اللي انت بتعمله، الاشتراك بتاعك في القناه ده، هو ده اللي بيفرق معايا. يعني انا مش باخد مقابل على حل المشاكل دي، حتى انا مش مفعل ربح دلوقتي ان انا مثلا يجيلي فلوس من الاعلانات او اي حاجه. الاعلانات اللي بتظهر لك دي من اليوتيوب نفسه، مش مني، يعني ده مش بتنضاف لي. فايه، هنبدا باول مشكله معانا. ودعولي والنبي واشتركوا في القناه. نبدا باول حاجه معانا. اول مشكله معانا بتقول، ثانيه واحده. مشكلتي اني عايشه. طيب بص يا قمر، موضوع مشكلتي اني عايشه ده، هو ده انا بفكر فيه دايما، او كلنا بنفكر فيه بالليل، اللي هو الفجر كده بنقعد، اللي هو انا عايش ليه؟ ايه الحياه الممله دي؟ مش دي الحياه اللي انا كنت متوقعها لما هكبر او كده. فالفكره ان انت بتكتشف ان اهلك كانوا شايلين عنك حاجات كتير قوي. لما تبقى انت شخص مسؤول، يا سلام لو اتجوزت وبقى عندك اطفال او كده، الحاجه دي بتزود المسؤوليه اضعاف. بتسال نفسك اللي هو طب انا هفضل عايش لحد كده لحد امتى؟ انت مش مقتدر ماديا مثلا ان انت تشيل المصاريف دي كلها، او بقيت مضغوط. فالحاجات دي بتصعب عليك الدنيا، فبتبدا تفكر ان هو الموت هيبقى اسهل لك، وهو مش بيكون اسهل لك. هي الفكره كلها ان انت بس محتاج تبص للموضوع من اكتر من زاويه. يعني هل لو مت خلاص كده الحياه اتحسنت؟ طب واهلك اللي هتسيبهم دول؟ لو عندك اطفال، اطفالك. ففي حاجات كتير بتبقى وراك. الموضوع بسيط، انت عايز تموت تروح تموت نفسك، بس الفكرة ان انت وراك حاجات ما ينفعش. والموت دوت ده اصعب حاجة ان الواحد يتمناها. يعني احنا رايحين نقابل بقى وجه كريم بقى خلاص، فالموضوع مش بالبساطة دي. اقنع اهلي ازاي بالمنحة لتركيا، منحة دراسة البكالوريوس؟ بصي، هو موضوع ان اهلك، ان انت تقنعي اهلك ان انت تسافري تدرسي بره، يعني دي حاجه انا مش برشحها. لان اولا انت بتزودي عليهم ضغط، فلوس، مصاريف، حاجات كتير قوي. يعني في مصر هنا مش قادرين على التعليم، ما بالك لما تسافري ويحتاجوا ان هم يبعتوا لك دولار عشان تقدري تصرفي هناك بره وهكذا. ده غير قلقهم عليكي وخوفهم عليكي. وكمان ان انت رايحه تكملي الموضوع دوت في تركيا دي اوسخ، مع احترامي يعني، بس دي اوسخ مكان انت ممكن تروحي تكملي دراستك. تركيا دي من اسوأ الاماكن في الكوكب. بيعاملوا المصريين او العرب، ما بلاش المصريين عموما، يعني العرب، ان هم عالم جهلة وعالم بيئة وناس لوكال ومعفنين. في فيديوهاتهم بيقولوا علينا كده، الله اعلم هيتعاملوا معاكي كبنت ازاي. بس هم عموما مش بيحبونا يعني. فانا ما انصحكيش، انا ما انصحكيش يعني ان انت تسافري. كملي دراستك تمام، لان انت اخرك مطبخ. كملي دراستك، اعملي حاجه كويسه في بلدك، فكك من الدراسه بره. البكالوريوس والله ما هيفيدك بحاجه. انا كان ليا صديق مقرب، كنا بنحكي لبعض مشاكلنا ايا كانت، وبعدين غاب فجأة، وبعدين سمعت خبر ما كنتش فاكرة اني حبيته، وطلعت بيه انه خطب واحدة من وقتها وانا مش مبسوطة. بصي، هو طالما الشخص دوت قالك ان هو يعني الحياة بينكم كانت ماشية اصحاب، هزار، ضحك، مش اكتر من كده، خلاص. طالما الشخص ما جاش قالك يا بنت ناس انا بحبك او مش بيحبك، يبقى انت المرحلة اللي انت فيها دي ان انت اتعلقتي بحد. يمكن عشان انت مالكيش صحاب، يمكن مالكيش حد تتكلمي معاه، يمكن هو كان شاغل وقتك، عارف ايه الحاجات اللي بتحبي ان انت تسمعيه فبيقولها لك. فلما تلاقي الحاجات دي كلها، الباكج ده كله او المجموعه دي مع بعض اختفت، اكيد بتتضايقي. انت مش زعلانه ان هو اتخطب، انت زعلانه ان الحاجات اللي موجوده دي، اللي كانت موجوده مبقتش موجوده. مفيش حد هيعوض الحاجات اللي كان بيعملها. فانت كوني صداقات بنات. طيب، لو في واحدة بتحب واحد بس ما نعرفش هو بيحبها ولا بيتكلموا على أساس صحاب وبس، وتعرف ازاي ممكن تعترف له بحبها ولا لا؟ غلط. بصي، ما ينفعش بنت تعترف لولد إن هي بتحبه. يعني ما ينفعش تروحي تقولي لولد انا بحبك، او انا عايزاك، او انا عايز اتجوزك والجو. الحاجات دي بتاعتنا احنا كاولاد، احنا اللي بنروح نعترف للبنت. البنت دي بتتجوز واحد بس، تمام، بتتجوز واحد بس. احنا كاولاد مسموح لنا نتجوز 4 مع بعض، لكن انت بتتجوزي واحد بس. ده معناه ايه؟ ان انت بيتقدم لك ولاد كتير قوي، لان انت الصعبه، انت اللي بتتجوزي واحد بس. فكل ولد بيحاول يبذل اقصى حاجه عنده عشان يكون هو الشخص اللي يتجوزك ده او يتقدم لك. ده بيثبت لك ان هو احسن حد وانسب حد، وان انت معاه تكوني مطمنه ومبسوطه وفي امان وفي حريه.
بعد الجواز طبعا الكلام بيختلف يعني، بس في الفتره دي او في فتره اللي هو لفت النظر دي بيحاول يعمل كل حاجه تثبت لك ان هو يكون معاكي احسن حد، وان انت معاه تكوني مبسوطه. تمام. دوت لو بيحبك. طيب هو ما عملش كل الحاجات دي، يبقى انت مش فارقه له، يبقى هو مش بيحبك. ما هو لو بيحبك هيعمل ده عشان يكسب قلبك، ولما يجي يتقدم تقفي معاه ان انت تقنعي اهلك. فهو مش بيعمل كل الحاجات دي، يبقى هو مش بيحبك، يبقى انت كده في مرحله حب من طرف واحد. طيب انت رحتي قلتي له ان انت بتحبيه وان انت شارياه. كلنا كاولاد بنحب حته المغامره، اللي هو حته انا عملت ايه عشان اوصل لك. تخيلي مثلا دلوقتي ان انت بتلعبي جيم بابجي، تمام، دخلت لقيت اللعبه ضايفه لك بوتات وحاجات بسيطه خالص، تك 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 كسبت الجيم. فايه الملل ده؟ لعبت جيم تاني، تك 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 كسبت الجيم. فابتديتي تحسي بملل، فهتبعدي، مش هتكملي في اللعبه، ما هي ممله. لكن تخيلي كده ان انت دخلت الجيم، لقيتي واحد بيجري من هنا ينط، واحد بياخد جنب، ودوت بياخد سيرد، وانت معاك الام 4 التلجي وهو مع الاي كي ام التلجي، وانت بتقيمي، هو بيقيم، يضربك طلقه دمك يقل تزوديه، تضربي طلقه دمه يقل. لا، في اكشن، في حركه. فاحنا كاولاد نحب كده، نحب ان احنا نتعب قوي في الحاجه. الحاجه اللي بتيجي سهله دي بتروح سهله. اللي بعده، واحد كل شويه يبعت لي حاجات مش كويسه على التليجرام، عملت له بلوك كتير او برضه يدخل لي، واخر مره بعت لي شات فيك برقمي بكلام مش كويس خالص، على اساس ان انا لاقي لك الكلام ده. لما عملت له بلوك تاني قال لي والله لو ما سمعتيني لا اعمل لك فيلم، بيقول لي كل اللي انا عايزه اني اسمع صوتك، وانا طبعا ما بعتلوش حاجه عشان ما عملش حاجه. من ساعتها وانا معلقه خايفه اعمل بلوك لا يعمل حاجه. ماشي، بص يا ست الكل، هو اولا مش هيعرف يعمل حاجه، تمام. هو عايز ريكورد الصوت عشان ايه؟ يقول لك انا دلوقتي معايا صوت ليكي والشات، تمام، ويركب لك بقى لو انت حاطه الصور يركبها لك والجو دوت. فدي حاجه تمام. فانت ما تبعتيش ريكورد، ما تبعتيش ريكورد خالص، لانه هيستخدم صوتك دوت ان هو يهددك بيه، وممكن يركبه لك في ذكاء اصطناعي دلوقتي، في بوتات بتركب صورك على صور مش كويسه وبيطلعها باحترافيه تامه، وفي بوتات بتسجل صوتك دوت يخليه يقول اي كلام انت عايزه تقوليه. فبلاش، اياكي تعمليه. طيب تعملي ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي بتفكريني بواحد صاحبي. صاحبي ده كان بيعمل ايه؟ كان عامل الصراحه، اللي هو رابط الصراحه، تمام. كان كل يوم ينشر الصراحه، اللي رابط الصراحه. واحد يدخل يشتمه، ويقوم جاي صاحبي واخد الكلام سكرين شوت ونشره على الفيس عنده، تمام، ومشخبط على الكلام، والله يا ابني كذا لو عرفتك لا هزعلك، والله انا لو انت راجل قول مين، وينشر لينك الصراحه. فالولا يدخل يشتمه تاني، صاحبي ياخد الكلام وينشره ويقول ده انا هعمل وهسوي، انا ناقصني بس تعرف انت مين، وينشر تاني. والولا كل يوم كان صاحبي يتشتم. اقول له يا ابن الحلال ما تلغي الصراحه، الباب اللي جاي لك منه ريح سده يا عم الحاج، سده واستريح كده. هو تقريبا كان حابب يتشتم. فدي نفس الفكره، انت دلوقتي واحد بيبعت لك على التليجرام، تمام، كل اللي هتعمليه ان انت تقفلي التليجرام، تعمل حذف الحساب واعملي حساب برقم جديد، بس مش اكتر من كده. مش هيعرف يوصل لك. الولد بيهددك لما يكون عارف يوصل لك، بيهددك طول ما انت متاحه للدردشه. انت دلوقتي بكلمك وبتردي فقشطه، انا هفضل اهددك. طب انا لو جيت اكلمك ما لقيتكيش، ههدد مين؟ هدخل اتاجر بالذنوب يعني؟ لا، هو بيهددك عشان تعملي حاجات وخلاص، لكن لو انت مش موجوده مش هيهددك اصلا. اللي بعده، انا بحب ولد اتعرفنا من 10 شهور. الاول كان مهتم بيا قوي، بس بعدها بفتره بدا يبعد عني وما يردش بسرعه زي الاول. ولو زعلانه ومش قلت كان بيسكت عادي، ده لو اخد باله اني متضايق اصلا، بس ساعات كان بيفضل يتكلم معايا شويه شويه، بقى يبعد اكتر من الاول. وبعدين اول ما دخلنا في رمضان بقى بعيد قوي ملحوظه. كنت بنزل مع اختي شغلها عشان اكلمه، هو كان يسيبني ويقفل. لما كلمته في الموضوع ده قال لي ان هو عنده مذاكره كتير واستحمله كلها كام شهر، فسكت ساعتها. بس انا كنت زعلان. وبعدين بعدها بيومين اتفرج على الماتش، احنا كنا بنتكلم، راح قفل. لما سالته قفلت الواتس ليه؟ قال لي كنت اتفرج على الماتش، ساعتها انا اتضايقت علشان سابني اتفرج عليه. وكمان كان قال لي في نفس اليوم ده انه متابع 3 مسلسلات، فانا زعلت عشان مش بيكلمني نهائي. ساعتها كنت اللي ببعته قبل المشكله دي. من ساعتها عرفنا بعض، وانا دايما اللي بصالح حتى لو مش غلطان، مفيش غير مرتين علشان سبته مش كلمته صالحني. واحنا بنتخانق بيقفل الفون، وكان لما يعرف ان عادتك كان يقول لي مش عارف انت بتاعتك على كل ليه. انا بعدت عنه 3 مرات، كنت برجع تاني ليه عشان كنت بحبه. اول مره كان فعلا عاوزني، تاني قال لي براحتك، اما تالتة بقى فانا مش بحبه. بس بعدين رجعنا تاني برضه. ودلوقتي برضو لو انا مش بعت هو مش بيبعت لي في تالتة سنة، وانا بقول ممكن اوقف على الموضوع، عشان كده عاوز اكلمه في الموضوع ده تاني. اعمل ايه؟ طيب. قوم يا مصري. بص يا ست الكل، اول حاجة كده ما تبقيش زنانة. انا كرهتك، مع احترامي ليكي، كرهتك من زنك ورغيك وطلباتك الاوفر دي. دلوقتي واحد بيتفرج على ماتش، تمام، واحد بيتفرج على ماتش، الماتش دوت عندنا عند الولاد، تمام. او انا مش بشجع الكوره قوي يعني، او انا اختياراتي مختلفه.
يعني ممكن ابقى قاعد في الماتش بكلمك انا كده، يعني انت عندي ممكن تكوني اهم. تمام. هو ممكن مثلا ايه يكون عايز يفصل له ساعه ويركز مع اصحابه في الماتش، مش عايز يتكلم وقت الماتش، تركيزه هو مدمن كوره. فليه حتى اجباري ان هو يكلمك وقت الماتش؟ ليه يعني ما قفل عشان الماتش ده شيء عادي. اصلا الكافيهات كلها بتقفل الواي فاي او بتقفل الواي فايات تمام وقت الماتش، ومش طبيعي ان هو قاعد بيشجع ومركز مع الماتش يقفل يوقف الدقيقه يقعد يقول لك اصل ابو تريكه جاب جون، محمد زيدان بصل شيك، بقى مش طبيعي. تمام. ففي حاجات بيبقى هو مضطر ان هو يعملها. ما هو انا مثلا دلوقتي، انت دلوقتي داخله الحمام، قلت لك ما تدخليش، انت دخلتي الحمام وما كلمتنيش. الحمام بالنسبه لك شيء طبيعي وغريزي، هو برضو الكوره دي بالنسبه له زي اهميه الحمام كده، ان هو برضو يدخل يعمل حمام. تمام. فما تبقيش تقيله، يعني اللي انا شايفه ده ان انت تقيله تمام. تقيله في الكلام كده، اللي هو مش مدياله حريته، سيبيه براحته. قال لك مش عايز اتكلم، ما ان شاء الله عنك ما اتكلمت. قال لك انا ورايا مذاكره وضغط، قولي له يا عم ان شاء الله عنك ما اتكلمنا خالص وبعدي. بس لكن تقعدي تزني اللي انت في مرحله فيه، اللي انت فيه ده ان انت زنانه واحده تخنق. تمام. مش علاقه فريش كده اللي هو انت بتتابع 3 مسلسلات وما كلمتنيش. على فكره المسلسل فيه 3 فواصل، كان ممكن تكلمني في ال3 فواصل. فانت هنا في مرحله ان انت تقيله عليه. انا ذات نفسي استتقلتك، يعني انت لو معايا في علاقه احنا مش هنكمل ساعتين فانا من رايي ان انت تبعدي عنه. تمام. بما ان انتوا بتبعدوا كتير 3 4 مرات، والمره دي ما بقيتيش عارفه انت عايزه ترجعي ولا لا، رايي ان انت تبعدي، لان انت لا تصلحي للارتباط دلوقتي. انت مش فاهمه يعني ايه ارتباط، تمام، وهو مش فاهم يعني ايه ارتباط. فالعلاقه بينكم علاقه فاشله. فانا من رايي ان انتوا الاتنين تفركشوا. دي نصيحه من اخ، يعني انتوا الاتنين تفركشوا، ان العلاقه بينكم فاشله. ولا انت فاهمه يعني ايه ارتباط، انت عايزه اهتمام 24 ساعه وهو مش فاضيلك ال 24 ساعه وعنده حاجات مهمه برضه. فدي علاقه بلح. تمام. دوري على حد فيه الصفات اللي انت عايزاها. ما تحاوليش تجيبي واحد وتخليه يتغير عشانك، او انت تتغيري عشان تواجبي الواحد. دوري واحد فاضيلك ال 24 ساعه وانت تكوني فاضيله ال 24 ساعه. دوري على واحد لو الماتش شغال يكلمك وقت الماتش، لو مسلسل شغال يكلمك وقت المسلسل. ما تجيبيش واحد عكس الحاجات ديت وتحاولي تطبعيه بالصفات اللي انت عايزاها وترجعي تزعلي ان هو مش مهتم. فده رأيي. انت في علاقة غلط فابعدي عنه خالص. تمام. سيبي لدراسته ودنيته وحياته، وانت عيشي لدراستك ودنيتك وحياتك. وربنا يكرمك بحد ايه فاضي ان هو ايه يهتم بيكي في كل ثانية. بس انا مش بتريق، انا بنصحك عشان انت غلط. وبكده انا خلصت المشاكل. في مشاكل تانية بس يعني انا مش فاهمها بصراحة. يعني هما بيقولوا طب انا عندي مشكلة عن كذا، انا عندي مشكلة عن كذا. يعني لو كانوا قالوا المشكلة كان زمان المشكلة اتحلت. فانا معلش انا مش هرد على حد تاني في مشاكل. المشاكل هتكون كلها في الفيديوهات. عندك مشكله ادخل اكتبها في تعليق. لو عندكم مشكله دلوقتي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو اكتبوها في تعليق. تمام. هنا على اليوتيوب محدش بيقعد يقول لك، محدش هيدخل يبعت لك رساله على الخاص ويقول لك انت اللي بعت مشكله كذا. اليوتيوب هو امن مكان تقول فيه مشكلتك. فانا هراجع الموضوع ده. ولو مش عايزين نعمل فيديوهات حل المشاكل اكتبوا لي برده في تعليق وقف حل المشاكل وانا هوقفها. مش فارق لي الموضوع قوي يعني. الموضوع ان انتوا بتدعوا لي وثواب مش اكتر. بس كده.